هي دي اليابان، لقبوها شعوب العالم بكوكب اليابان. وده بسبب تطورهم الكبير في أشياء كتيرة. سماها الصينيين بلد الشمس المشرقة. احنا النهاردة وصلنا على طوكيو. أكبر مدينة من حيث تعداد السكان، أكثر مدينة في عدد السكان في العالم، 38 مليون نسمة. واحدة من أهم مدن العالم، ومن أكتر مدن العالم بيحصل فيها زلازل، وده لأنها موجودة في منطقة نشطة بالزلازل، وهي منطقة الحزام الناري. Magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2000. اليابان بيحصل فيها سنوياً 1600 زلزال، وده زي ما حصل في زلزال هانشي، وده اللي كان في يناير سنة 1995، وزي زلزال تشوا وده في أكتوبر سنة 2004. وحالياً بتستخدم اليابان أحدث التقنيات مقاومة للزلازل في المباني، وده علشان يتفادوا حدوثها في أي وقت. كمان بتعتبر اليابان واحدة من أكتر دول العالم تقدماً في الاقتصاد، وتاني أكبر دولة حصلت على براءة اختراعات بعد الولايات المتحدة. عندهم علامات تجارية من الأشهر في العالم زي تويوتا وهوندا وكانون وسوني وكمان توشيبا. ده غير بورصة طوكيو اللي بتعتبر تاني أضخم بورصة بالقيمة السوقية. كمان عندهم أسرع القطارات في العالم اللي بتوصل سرعته بين 250 ل 300 كيلومتر في الساعة. The Japanese press is taking a seemingly bold attitude toward the United States today, following the announcement of the Three-Power Alliance. سنة 1868 حصل في اليابان إصلاحات كتيرة. In which electronics has played a major role raising economy, efficiency and product quality. وحولت الإصلاحات الاجتماعية والعسكرية اليابان لقوة عظمى، وحاولت بعدها اليابان في التوسع ودخلت في حرب مع الصين. Reports from Shanghai said that Tokyo had asked the government of Indochina to admit 50,000 more Japanese troops. وبعدها دخلت في حرب مع روسيا، الحرب الروسية اليابانية. وبعدها استولت اليابان على تايوان، ساخالين، جزر كوريل، وأخيراً كوريا سنة 1910. Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. بعدها الولايات المتحدة أطلقت القنبلة الذرية الشهيرة على هيروشيما وناجاساكي. The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. Nagasaki, the great naval base which became the second target 3 days وده later. كان اليوم اللي أعلنت فيه اليابان استسلامها رسمي، ووقعت اليابان المعاهدة النهائية في 15 أغسطس 1945. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. ومن الوقت ده اليابان اتغيرت تغيير كامل، وبقت اليابان بعد الحرب تحت الاحتلال الأمريكي حتى 1952. لكن في السبعينات والثمانينات بدأت اليابان تطلع من تاني، وبدأت النجمة بتاعتها تشرق، لأنها بدأت تتوسع في المجال الاقتصادي، من صناعة إلكترونيات لسيارات وألعاب ترفيهية والسومو.
last of 94 countries represented here this afternoon. وبدأ الفكر الياباني يتشبع بالعديد من أفكار الدول الأخرى، وبما فيها التقنيات والعادات وأنواع الثقافات. وبدأت اليابان تكون فريدة من نوعها، علشان كده تلاقي نمط الحياة في اليابان حالياً مزيج من الثقافات الآسيوية والغربية، لحد ما اتسمت بكوكب اليابان. ففيها أشياء من الأغرب والأجمل في العالم. اليابان فيها ثقافات وطقوس غريبة عن باقي العالم، بس احنا جينا النهاردة علشان نشوف واحدة من أقدم المصارعات في التاريخ، مصارعة السومو. بس قبل ما نحضر مباراة للسومو، رحنا على محافظة مياجي علشان نشوف واحدة من الوجهات الفريدة والساحرة في العالم، كات آيلاند، جزيرة القطط. How about hundreds of real cats at Japan's most famous cat island, Aoshima, which we're at today? جزيرة كاملة بتعتبر موطن لعدد كبير جدا من القطط، ومعروفة باسم تاشيروجيما، موجودة في بحر اليابان، وده قصاد ساحل محافظة مياجي. ولما دخلنا لقينا القطط البرية موجودة في جميع أنحاء الجزيرة، وبيعتبر وجود القطط في الجزيرة دي جزء من التقاليد والثقافة المحلية. والسبب يرجع لأن القط في الثقافة اليابانية بيعتبر رمز للحظ الجيد والحماية من الشر، فهم بيوفروا الرعاية الكاملة للقطط الموجودة هنا، وأي زائر بيجي هنا لازم يجيب أكل للقطط اللي على الجزيرة. Before coming to Cat Island, we had also bought a bunch of cat food that we plan to give out to all our new feline friends. ده غير الأكل اللي بيوفروه السكان للقطط هنا. وهنا جه ميعاد المباراة اللي حاجزينها، مباراة السومو. The Japanese sport of sumo involves two men trying to force each other to touch the ground or exit a ring. الرياضة اللي لا تمارس إلا في اليابان. Man's imagination knows no limit. Neither, it seems, does his creative power. The people of Japan. اللي احنا جينا مخصوص عشانها بصراحة، علشان نصور لكم هي بتتلعب ازاي ونعرفكم عاداتها وتقاليدها. Successful competitors take on celebrity status and a lifetime of glory. فدي تعتبر الرياضة المقدسة عند اليابانيين، وبيعتبروها اليابانيين أكتر من مجرد لعبة عادية، فهي تقليد وتراث ولازم يحافظوا عليه. أكيد أنت شفت المصارعة دي قبل كده على أي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا، لكن في ناس كتير ما تعرفش قوانين وثقافة اللعبة دي، وإن ليه المصارعين اليابانيين أجسامهم ضخمة بالشكل ده. كلمة سومو اتذكرت لأول مرة سنة 712 في كتابات الكوجيكي، الكتاب اللي موجود فيه الأحداث القديمة عند اليابانيين. مصارعين السومو بيتميزوا بجسم ضخم، وده بسبب التدريبات الصعبة اللي بيعملوها. ومحور المصارعة دي بيكون إن إزاي تخرج خصمك من الدايرة اللي بيلعبوا جواها. فكروني شوية بالمصارعة السودانية في جنوب كردفان، بس الفرق في المصارعة السودانية إن إزاي توقع خصمك على الأرض.
are those the judges coming out? المصارعين ما بيلبسوش أي ملابس نهائي غير قطعة قماش بيسموها مواشي. قبل ما يبدأوا المباراة بيعملوا حاجة زي تحمية يسخنوا يعني، وهي إنهم يرفعوا رجليهم اليمين في وضعية منحنية وبعدها يرفعوا رجليهم الشمال زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبيسموا المصارع باسم ريكيشي. This was the fight that would decide the champion of the 2009 January السومو بتعتبر واحدة من أشهر التقاليد اليابانية اللي ليها شعبية كبيرة في اليابان لحد يومنا دلوقتي، لدرجة إن في ناس بتيجي من جميع أنحاء العالم علشان يحضروا مباراة السومو. أبرز شيء في المصارعة دي مظهر المصارعين أصحاب الأوزان التقيلة جدا، وده اللي بيخلينا نسأل عن سر الوزن التقيل ده وعلاقته بالمصارعة دي. ولما سألت عن السر ده لقيت إن ليه علاقة بقانون نيوتن الثاني للحركة، وده اللي بينص على إن التسارع بيساوي القوة على الكتلة، اللي هو كل ما كان حجمك أتقل وأكبر كل ما كان الخصم عليه إن يبذل قوة أكبر علشان يحركك من مكانك ويخرجك من الحلبة، أو إنه حتى يرفعك ويرميك خارج الحلبة دي. أتقل مصارع كان بيلعب السومو وصل وزنه ل 267 كيلو جرام، بس الرغم من الوزن بيلعب دور كبير إلا إن العضلات ليها دور كبير برضه، وعلشان يوفر القوة إنه يكسب الخصم اللي قصاده. مصارعين السومو بياكلوا كميات هائلة جدا من البروتين، وكمان عندهم عضلات ضخمة وقوية جدا، وده بسبب التدريبات الشاقة اللي بيعملوها. فمصارعة السومو بتعتبر الرياضة الوطنية في اليابان، وبيعتبروها مظهر ثقافي أكتر ما هي رياضة.